لو تشوفونا لأول مرة إلا اشتركوا معنا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الملخصات الجديدة. بيبدأ فيلمنا بإيجور مع كلبته في المطار علشان مسافر يستلم شغل الجديد، وبيوصل لسينما الطيارة والمضيفة مبترضاش تطلع الكلبة علشان شهادتها الصحية ضاعت منه، فبيروح لدكتور الحجر الصحي في المطار وبيكشف على الكلبة وبيقول له إن عندها التهاب في ودانها ومش هينفع تسافر. لكن إيجور بيرجع للمضيفة وبيترجاها تخلي الكلبة تسافر معاه، فبتصعب عليها الكلبة وبتوافق. لكن بتيجي مسؤولة المطار وبتقول لها إن الكلبة مش هينفع تطلع الطيارة من غير الشهادة الصحية بتاعتها، وإيجور بيكون حزين لكن لازم يسافر، فبيرمي كرة بعيد للكلبة وبتجري علشان تجيبها، وهو بيطلع بسرعة للطيارة وبيسيبها، وبتتحرك الطيارة والكلبة عارفة إن إيجول فيها، فبتجري جنب الطيارة والركاب بيكونوا بيتفرجوا عليها إلا إيجول اللي مش قادر يبص عليها علشان سابها ومشي، وبتبعد الطيارة والكلبة بتكون حزينة، وبيوصل أمن المطار علشان ياخدوها بره، ولما بتشوفهم الكلبة بتجري منهم وبتستخبى جوه مكان لتصليح الطيارات، وبيشوفها سيرجي الفني اللي بيصلح الطيارات وبيسألوا عنها وبيقول لهم إنها جريت باين، فبيمشوا وبيروح لها سيرجي اللي بيحب الكلاب وبيحط لها تاكل، والكلبة بتشوف طيارة في الجو ونازلة المطار فبتفتكر صاحبها رجع وبتجري على الطيارة وبتقف مستنية صاحبها وبتبص على كل الركاب لكن ما بتلاقيهوش، وبيجي أمن المطار وبيطلبوا من الركاب ينزلوا من الأتوبيس وهيجيبوا لهم واحد تاني يركبوه، وبيحبسوا الكلبة في الأتوبيس وبيقفلوا عليها الباب، وفي الطيارة كل الركاب بتبقى نزلت ما عدا كول ابن كابتن سلافا الطيار اللي بيقوله ينزل علشان يروحوا، والكل بينزل وبيشوف نينا وأبوها سيرجي وهم بيحاولوا يقنعوا الأمن إن الكلبة مش مسعورة، لكن كول بيكون سامع كلامهم وبيقرر إن هو يساعد الكلبة وبيطلع من شباك الأتوبيس، فبيلاقي الكلبة خايفة بيفتح لها الباب وبتجري، وسيرجي ونينا بيشكروه بس الأمن بيزعقله، ولما بيوصل كابتن سلافا بيعرفهم إن هو ابنه، فبيبتدي الأمن يشتكيله من اللي حصل منه، فبياخد كله وبيمشي، ومسؤولة المطار بتزعق لكابتن سلافا على تصرف ابنه، فبيفهمها إن كل أمه ماتت وهو في حالة نفسية وحشة، فبتتعاطف معاه وبتقوله خلاص اعتبر الموضوع منتهي، وبنشوف الكلبة رجعت لمكان تصليح الطيارات تاني، وسيرجي بيعمل لها مكان علشان تنام فيه، أما كابتن سلافا بياخد ابنه وبيروحه، وبالليل كل بيقوم بالراحة وبيروح المطار علشان يشتري تذكرة ويسافر بيها لبيته القديم، والموظفة ما بترضاش لأنه صغير، وبتنادي واحد من الأمن وبتقوله يشوفه جاي مع مين، وبيراقبه وبيلاقيه ماسك ايد بنته وماشي مع عيلة فبيفتكرها عيلته، وبيوصل لسلم الطيارة والمضيفة بتعرف إنه جاي لوحده فما بترضاش تطلعه وبتطلب الأمن، لكنه بيستخبى في مكان في الطيارة من تحت علشان يسافر، وكلبة بتشوفه وبتنبح عليه فبيخاف حد يشوفه وبينزل معاها، وسيرجي بيتصل بسلافا وبيطمنه إن كول عنده، ولما بيروح سلافا لسيرجي بيلاقي كول نايم في حضن الكلبة فبيصحيه وبيزعقله علشان اتأخر على شغله بسببه، والكلبة بتنبح عليه علشان يسيب كول، وبيسأله سلافا كنت هتسافر ازاي من غير تذكرة، فبيقوله ركبت عند تروس الطيارة من تحت، فبيتصدم وسيرجي بيقوله يروح رحلته علشان ما يتأخرش وهو ياخد باله من كول لغاية ما يجي، وفعلا بيمشي وسيرجي بيعمل أكل الكول وبيقوله إن الكلبة شكلها حبته فازت حياته لأن الطيارة بتطير على ارتفاع 30,000 قدم ودرجة الحرارة بتكون منخفضة جدا على الارتفاع ده فكنت هتتجمد من البرد وتموت، ونينا بتجيب أكل لسيرجي بيشوفوا الكلبة بتجري ناحية طيارة نازلة، فبيقول لهم إنها ذكية وبتجريش على أي طيارة، وإنها حافظة صوت الطيارة اللي سافر عليها صاحبها، وكل بيسميها بالما، وبتبقى صعبانة عليه فبيروح لموظفة في المطار وبيطلب منها عنوان صاحب بالما، وبيفهمها إنها مفتقداه لكن هي بترفض إنها تديله أي معلومات، وفي نفس الوقت بالما بتلمح راكب شبه صاحبها، فبتجري ورا الأتوبيس اللي راكبه وبتلاقي الأمن في وشها، فبتجري جوه المطار وبتطلع على السير بتاع الشنط لغاية ما بتوصل للراكب اللي فاكراه صاحبها وبيطلع مش هو، فبتحزن، وقبل الأمن ما يمسكها بيوصل كول وبينقذها، بتجري بالما في المكان وبتعمل فوضى كبيرة جدا وبتستخبى مع كول، وبتجيلهم موظفة البيانات وبتدي لكول عنوان إيجور وبتقوله على طريق يخرجوا منه من غير ما حد يشوفهم، فبيشكرها وبالما بتبصلها كأنها بتشكرها هي كمان، وبعدها بيوصل سلافا المطار وبتطلبه مسؤولة الأمن وبيروح لها، وبيبقى مسؤول الأمن كمان موجود وبيقوله إن ابنه بيهرب الكلبة كل مرة يحاولوا يمسكوها فيها، وفي التوقيت ده كول بيبقى بيكتب رسالة لإيجور وبيقوله إن بالما بتستناه وبيديها لنينا علشان تبعتها لإيجور لأنها عندها رحلة لنفس البلد اللي موجود فيها، وبعدها بيوصل سلافا ومعاه عربية للكلاب الضالة وبينزلوا بيحاولوا يمسكوا بالما، وكول بيصرخ وبيحاول يمنعهم لكن سلافا بيمسكه، وسيرجي ونينا ما بيكونوش قادرين يعملوا أي حاجة، الحراس بيمسكوا بالما وبياخدوها للعربية وبيجري وراهم كول لكن بيقع وما بيلحقهمش،
ونينا بتكون متضايقة من سلافا جدا وبتديله الرسالة اللي كتبها كول، وكمان سيرجي بيقوله إنه مش عايز يشوفه تاني. وفي بيت سلافا كول بيحضر هدومه وبيسأله أبوه هيروح فين، فبيقوله إنه هيروح أي دار أيتام للأطفال. فسلافا بيقوله يغير هدومه بس هو بيرفض لأن أمه هي اللي مخيطاله اللبس ده، وبيمسك له دراعه وبيطهر له الجرح اللي فيه وبيحاول يهديه وبيقول له الصبح نبقى نروح دار الأيتام اللي أنت عايزها. بينزل يخرج بره البيت وبيركب سلافا عربيته وبيفتح الجواب اللي كان كوانا ابنه كاتبه لصاحب الكلبة، فبيتأثر من كلام ابنه البريء والصادق، وبيلمح ابنه نازل من باب البيت ومعاه شنطته ومش فارق معاه الوقت المتأخر ولا المطر. فبيدور سلاو عربيته وبيتحرك ويطلع وراه، بيبدأ يتحرق عليه وبيقول له اركب عشان ما تمرضش، ولكن كولا برضه بيرفض لحد ما بابا قال له طب اركب وانا هجيب لك الكلب. كولا هنا بينبسط وبيركب العربية جاري وبيروحوا عشان ياخدوا الكلبة تاني من الملجأ. بابا بينفذ وعده وبيروحوا فعلا للملجأ وبيلاقوا بلما لسه في العربية، وبتكون بلما كمان عايزة تخرج من العربية وعمالة تنبح، وبتقدر إن هي تطلع من العربية وبتنط بلما بره العربية وبتروح على قفص الكلاب المحبوسة وبتفتح لهم القفال وكل الكلاب بتخرج بره. اللي شغالين في المكان بيطلعوا يجروا ورا الكلاب ولكن طبعا ما بيقدروش يحصلوه. بيوصل كاتنسلافا وابن كوانا للملجأ وبيلاقوا هناك مضيفة الطيران بنت سيرجي، كل شكلها هي كمان كانت رايحة تخرج بلما، فبتقول لهم إن الكلاب كلها هربت من مكان وبلما أولهم. فكولا هنا قال لهم أنا عارف هي راحت فين، تعالوا اركبوا يلا بسرعة. بيركبوا كلهم العربية وبيروحوا على المطار، وبتكون بلما في الوقت ده بتتمشى مع باقي الكلاب اللي هربتهم، وفجأة بتقف في نص الطريق وهم كمان بيقفوا ويبصوا لها، وبتودعهم بلما وبتغير طريقها عشان تروح المطار. وبتروح بلما المطار عشان تستنى صاحبها. في الوقت ده كوالا وابوه والمضيفة بيروحوا المطار، بيبدأوا يدوروا على بلما ولكن مش بيلاقوها. فكولا بيلاقي طيارة جاية فبياخدهم وبيقول لهم هتلاقوها هناك. بيقرب كولا عند السينما الطيارة وبتشوفه المضيفة وبتقول له انت بتعمل ايه هنا؟ انت مين؟ سيرجي هنا بيظهر وبيقول لها سيبيه ده ابن كابتن سلافا. وهنا بيجي كابتن سلافا ومعاه بنت سيرجي، بيفضلوا واقفين شويه لحد ما بتظهر بالما. الركاب يبداوا ينزلوا من على السلم وبالما بصلهم، بتبدا تدور على صاحبها كالعاده ولكن برضه مش بيجي. فهنا بقى كولا بيطلب من باباه ان هو يخلي بالما معاه، فبابا قال له انت مش هتعرف تهتم بيها. فقال لبابا حاول على قد ما اقدر، ولكن سيرجي بيقول لهم هي اصلا مش هتقدر تسيب ارض المطار لان هي معتقد دلوقتي ان صاحبها هيرجع لها. سيرجي بيطلب من كابتن سلافا ان هو يوصل بنته المضيفة بالعربية عشان هي رايحة مكان بعيد، فكابتن سلافا بيوافق وبياخد بنته وبيوصلها، وبيروح سيرجي واخد كوانا وبيتمشوا شوية. بيجي بعد كده مصور صحفي عشان يصور بالما وينزل عنها اعلان عشان صاحبها يشوفها. المصور ده بيصورها فعلا وتاني يوم بينزل الاعلان في الصفحة الاولى، ولكن ده ما بيعجبش مديرية المطار لان الاعلان بيقول ان الكلبة في المطار. بتستدعي كابتن سلافا وبتقول له ايه اللي انت عملته ده وتحرمه من الطيران، وبتقول له بقى روح افتح مكان تربي فيه الكلاب بتاعتك دي. بيقف قدامها كابتن سلافا مش عارف يدافع عن نفسه، وهنا بيرن التليفون. بترد مديرة المطار وبيبلغوها بان المحافظ موجود في المطار ومع التلفزيون وبيصوروا وجايين عشان الكلبة بالما. فالمديرة بتاخد كابتن سلافا وبيروحوا يقفوا مع المحافظ، وبيكون المحافظ واقف بيتصور مع بالما وبيقول ان دي كلبة مخلصة جدا زيها زي الابطال، احنا عايزين ناخدها ونكرمها لان اخلاصها ووفاها بقوا عملة نادرة اليومين دول. هنا بقى كولا بيقول للمحافظ ان الكلبة مش هتسيب المطار الا لما صاحبها هيجي. فالمحافظ بيوجه رسالة على التلفزيون لصاحب الكلبة وبيقول ارجوك ارجع خد بالما لانها كلبة مخلصة جدا وتستاهل ان انت ترجع عشانها. المحافظ بيشكر كابتن سلافا جدا وبيطلب من مديرة المطار ان هي تكافئه. بتتحرك طبعا وبتقول له طبعا يا فندم انا لسه اصلا مديها تعليمات من شويه ان هو ياخد مكافاه. بالما بتبقى حديث الناس كلها في روسيا لدرجه ان بقى يجي لها معجبين ويتصوروا معاها، تقدر تقول كده بقت ايقونه المطار، والمطار نفسه بقى عليه زحمه بسبب بالما، واصبحت مهمه البحث عن صاحب بالما مهمه وطنيه في البلد كلها. ولكن الشهره ما غيرتش بالما، برضه كل طياره كانت بتنزل المطار بتروح تستنى صاحبها، وكولا بيكون معاها مش بيفارقها خالص هو وبنت سيرجي المضيفة. بتمر ايام كتير وما بيظهرش برضه صاحب بالما لحد ما بيجي يوم وبتمرض بالما وبيجي لها مرض بيخليها حزينه ومكتئبه. كولا بيجيب لها دكتور يكشف عليها ولكن ما بيبقاش في حاجه واضحه للدكتور يقدر يعملها لان بالما حزينه جدا، خصوصا ان في ركاب كتير بتسيب الكلاب بتاعتهم وبيرجعوا تاني بعد فتره ياخدوه. بالما بيبدا يجي لها تهيؤات او حاجه زي سراب ان صاحبها رجع، ولكن هو في الحقيقه ما رجعش. كولا بيحاول يحتويها وبيقول لها ان هو معاه، بياخدها المكان اللي بتبات فيه ولكنها بترفض، فبيبات معاها كوالا تحت المطر وبياخدها في حضنه زي ما هي عملت معاه اول مره شافها فيه. تاني يوم الصبح بتروح بالما مصحيه كوالا من النوم وبتبدأ تبوسه وبتبقى مبسوطة جدا لأنها من اللحظة دي اعتبرته صاحبها الجديد، وبترضى تروح معاه البيت عشان تعيش معاه هو وبابا، وبيبدأوا يتعودوا عليها وتتعود عليهم. ولكن في يوم بيجي لكابتن سلافا تليفون في البيت وبيبلغوه ان صاحب الكلبة جاي في الطيارة وعايز ياخد كلبته. طبعا سلافا بيتضايق لان ابنه متعلق بيها جدا،
ولكنهم بيروحوا المطار وبيستنوا الطيارة وبتنزل الطيارة وبينزلوا الركاب، وبتقف بالما مترقبة قوي وبلافة نزول صاحبها. وطبعا بالما ما نسيتش صاحبها ايغور، بينزل وبيقرب عليها وهي كمان بتروح له، بس بتكون مترددة شوية خصوصا ان هي بقى ليها صاحب جديد. كولا في الوقت ده كمان بيعيط، وبيكون التلفزيون بيصور وكمان المحافظ موجود، لان دي تعتبر لحظة منتظرة للجميع. صاحب الكلبة بيشكرهم جدا وبيحزن كولا قوي، فبيحاول ابوه يتفاوض معاه وبيقول له ان هو ممكن يشتريها منه باي سعر. ولكن إيغور طبعا بيرفض، وبيقرر إن هو ياخد بالما ويسافر. قدام الطيارة بيحاول إيغور يطلع بالما الطيارة، ولكنها بتقاوح معاه وما ترضاش تطلع، وبتبقى عايزة ترجع لكوالا، وفعلا بتجري منه وبتروح لكوالا، وكوالا كمان بيجري عليه، ولكن الشرطة بتمنعهم هما الاتنين، وبيطلعها إيغور على الطيارة بالعافية. وبيفضل كوالا يزعق ويصرخ وبيقول بالما مش عايزة تروح معاه. وفي الوقت ده بيكون كابتن سلاجا هو قائد الرحلة، وبيبقى شايف ابنه وهو بيبكي ومش قادر يعمل له حاجة. بنت سيرجي بتحاول تهدي كوالا وبتقول له خلاص، وبطرد هو سيرجيو وبيمشي. ولكن فجأة بياخد كابتن سلافا بقرار وبيطفي محركات الطيارة، وكل الموجودين بيزعلوا لما بيسمعوا محركات الطيارة بتنطفي. المديرة بتروح لكابتن سلافا وبتقول له في ايه؟ قال لها انا كنسلت الرحلة. فالمديرة طلبت من المضيفة ان هي تكلم كابتن تاني بسرعة، وبعدين بترجع له وبتقول له انت فاهم انت بتعمل ايه؟ انت كده رخصتك هتتسحب. فقال لها ان هو خد القرار كأب. بتسأل المساعد بتاعه هتطير ولا لا؟ المساعد بتاعه برضه بيبص لسلافا وبياخد القرار هو كمان وما بيطيرش. بينزل الكابتن والمساعد بتاعه من الطيارة وبيطلع المحافظ على الطيارة وبيسأل فيه ايه. فالمديرة قالت له مفيش حاجة، الموضوع تلت ساعة والطيارة هتطلع. في الوقت ده المضيفة بتطلب من إيغور شهادة صحية للكلبة، وطبعا هو معهوش. فالمضيفة قالت للمديرة ان دي القوانين، المحافظ بيبقى عايز يمشي الدنيا بأي طريقة لأن الصحافة تحت، فبيبدأ يهدد المديرة ان لازم الطيارة تطلع. في الوقت ده بالما بتبص في عينين إيغور، وإيغور بيبص في عينيها وبيفك من عليها الطوق وبيقول لها اجري. فبالما بتنزل من الطيارة جري وبتروح على كوالا. المحافظ بيسأله انت عملت كده ليه؟ فقال له ان الكلبة دي مش بتاعتي، الكلبة بتاعتي كان اسمها ألما، انما دي دلوقتي اسمها بالما، دي مش كلبتي. وفي الوقت ده بتكون بالما بتجري على كوالا وكوالا بيجري على بالما، وبيحضنوا بعض وبتفضل بالما معاه على طول. وبيخلص الفيلم.